السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. صلوا على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. حطوا اللايك، حطوا اللايك يا اختي انت وهي، واللي مش اشترك في القناه يا ريت يشترك فضلا وليس امرا لو اول مره يشوفني، عشان يوصل لكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله يا حبايب قلبي. تعملي ايه النهارده يا بنتي يا ام فرح؟ هنعمل فراخ يا حبايب قلبي. ايوه امال ايه، مش في حد زيك يا اختي عامله فراخ النهارده؟ ايوه امال ايه يا اختي انت وهي، عقبالكوا يا رب كده اما تعملوا فراخ زيي. حبايبي حبايبي حبايبي. وطبعا ايه يا حبايب قلبي، حطينا شويه زيت وخليناهم يقدحوا كده. يعني ايه يقدحوا؟ يعني يسخنوا يا حبايب قلبي. ورحنا مسقطين فوقهم الفراخ كده ياخدوا صدمه. وبنحط في التوابل بتاعتنا. طب بتحطي توابل ايه يا ام فرح؟ بنحط جرفه اهو زي ما انتوا شايفين، وجنزبيل وكمون وفلفل اسمر وحبهان وتوابل لحمه، ومشهيصين الدنيا. وبعدين ايه؟ طب غسلت الفراخ دي ازاي يا بنتي يا ام فرح؟ مسكت الفراخ دي يا حبايب قلبي، رحت حاطه ايه شويه سكر في الميه، على رتلين ميه، شويه سكر، يعني جيمة معلقه سكر كده، وشويه ملح وليمونه وايه تاني يا بنتي يا ام فرح؟ وشويه خل. وتسيبها بقى ايه في الميه دي جيمة ساعه كده. او لو انت مثلا مطلعاها من بالليل، طلعها من الفريزر من بالليل، وتروح حطها في الميه دي وحطها في التلاجة تحت كده، وتسيبيها لغايه لما تقومي ايه تطبخها الصبح. مش بتخلي، بصوا الميه ديت بقى دي محلول كده فيها كده، مش بتخليها زفرة خالص، وبتخلي الفرخه ريحتها روعه 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 روعه. ماشي يا حبايب قلبي. وادي احنا كده شلوحنا بقى ايه الفراخ كده شلوحناهم. ورحنا حاطين ايه شويه ميه من الكاتل. اللي مش عيني كاتل عادي حط ميه من الحنفيه. مش عايزه تحط ميه من الحنفيه اغلى ميه مش تدوشينا معاكي. وبس. وهنوطي عليها بقى ايه ونسيبها كده مع نفسيها. وقررنا ننجلها على العين الصغيره عشان نطبخ الرز. يلا. شايفين حله البت ام فرح بتلمع ازاي؟ ايوه امال ايه. بمسك المواعين بخليهم يلمعوا يلمعوا كده. وحطينا الزيت. وهنحط الشعرية يا حبايب قلبي. ادي الشعرية اهي زي ما انتوا شايفين. ورمينا الكيس في الزبالة. ايوه مش ترمي الكيس تحت رجليكي، لا ارمي في الزبالة كده. وادي الشعرية اتحمرت معانا اهو يا حبايب قلبي. ورحنا مسقطين عليها الرز زي ما انتوا شايفين، وقلب قلب 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 لغايه لما الرز يسخن معاكي كده عشان يطلع مفلفل كده. ورحنا حاطين الملح. وهنحط كمان واحدة مرق الدجاج اهو. عمالة افتح في مرقة الدجاج مش راضية تنفتح. عمالة افتح مش راضية افتحها ببجي عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر راني صايمة وكده، بس اضطريت ان انا افتحها ببجي. اه زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي. وهنفضل نقلب 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 في الرز لغاية لما يسخن. وبعدين نروح جايبين بقى ايه المية من الكاتل المغلية اهي. عادي يعني لو مش عندك مية مغلية حطي من الحنفية. بقول لكم تاني يعني، باكد عليكم في اللي مش عنده كاتل يحط ميه من الحنفيه عادي. اصل في ناس مثلا بتقول ايه لو حطيت على الرز ميه من الحنفيه هيطلع متعجن ومش عارف. لا انا وجات عادي بحط ميه من الحنفيه وبطلع مفلفل وزي العسل عادي يعني. انا بس بحط الميه من الكاتل عشان بنجز يعني بسرعه، بينجز معايا بسرعه. وادي الفراخ استوت اهي يا حبايب قلبي. عندي الفراخ ما بتاخدش يعني، ما مش بتاخد نار يعني. الفرخة دي كان مرات خالي بعتها لي مع امي. شكرا يا مرات خالي، ما تحرمش منك ابدا. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين طلعنا الفراخ. هتعملي ايه تاني يا بنتي يا ام فرح؟ ادي الرز استوى اهو. طلع لكم شويه في الغطا كده عشان اوريكم جمال الرز بتاع ام فرح.
يا سلام عليكي يا فروحة، يا سلام يا سلام. ايوه هو ده الكلام، يا جماله يا حركاته يا تكاته. هتعملي ايه بقى؟ بتولعي ليه؟ بنولع عشان نعمل الملوخية. شوية ملوخية ناشفة، الله الوكيل ملاها حل علاولة. جايباها من السوق يا حبايب قلبي، حاجة كده. طبعا معانا هريسة شطة ومعانا صلصة، نطلعهم من الفريزر. ماشي. هنحط هريسة الشطة في الزيت، ومعانا حتة الصلصة لسه في الطبق. بعد ما نشلوح بقى هريسة الشطة كده، هنروح ايه، هنروح حاطين الصلصة. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا هريسة الشطة دي عليها توم وفلفل وزي ما انتوا عارفين. والله العظيم الحاجة في الفريزر بتنجز مع الواحد، بتنجز الواحد. اصلا يوم رمضان دي بعدي صاروخ صاروخ كده، بعدي هوا. فالحاجة متفرزة بتبقى ايه، بتنجز مع الواحد. ده رمضان غير رمضان يعني، هي الحاجة المتفرزة حلوة تنجز. اهو يا حبايب قلبي، هنروح بقى ايه، حاطين الملوخية بتاعتنا. طبعا انا عاملة الملوخية في المصفى كده، عاملاها. كنت عايزة اجيب غربال من البلد عشان اغربل فيه الرز واعمل فيه الملوخية. وطبخنا الملوخية. طبعا مش بنخلي الملوخية تغلي، يا دوب كده حبال ما بتجرب تغلي كده. طبعا بندلنا ايدنا فيها على طول، ورحت مطفية عليها. هي غلوة الملوخية الناشفة غلوة، واروح ايه مطفية عليها. وايه يا حبايب قلبي، وبنقشر الشمام عشان نعمل ايه، نعمل عصير. طبعا لازم العصير في رمضان، لازم عصير وسلطة. دي حاجة اساسية، العصير والسلطة. وادي بنقشر في الشمام، شايفين القشرة جام ده حديد. والله العظيم كنت بقشر فيه حديد، شايفين. راح اغسله بقى واطلع البذر اللي فيه. غسلته وطلعت البذر اللي فيه اهو يا حبايب قلبي. واروح بقى ايه، مقطعاه وحطاه في الخلاط. اشيل بقى الحاجات اللي حواليا، الاطباق والحاجة اللي حواليا دول. اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، بقطع اهو. يا سلام يا سلام، يا سلام عليك يا بنتي يا ام فرح. راح احط عليه شويه ميه. كنت عايزه احط جزازه ميه في التلاجة، وبعدين نسيت احط جزازه ميه. بعدين بيني وبينكم انا ما بحطش ميه في التلاجة لان الجو لسه ساقع، لسه الجو مش حمى. حطينا اخر شويه سكر. مش لازم يعني ميه ساقعه يعني. عملته يعني قبل المغرب بشويه كده، وبعد ما عملته رحت حطيته في التلاجة سقع شويه. اهو عملناه، فضيناه في الدورج. هيا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. طلعنا الطاسة بتاعتنا عشان نحمر الفراخ. يبقى كده ايه، خلصنا كل حاجة. الرز استوى والملوخية وعملنا العصير. لسه بس ايه، هحمر الفراخ واروح اعمل السلطة. الزيت بطقطق بطريقة فظيعة صراحة. أنا والله العظيم اكتر حاجة بخاف منها الزيت، اكتر حاجة بخاف منها هو الزيت. اهو يا حبايبي، طلع بقى الفراخ. بحب لما بحمر الحاجة مش بحب اطلعها متحمرة قوي يعني، يا دوب كده، خير الامور الوسط. يكون اللون الذهبي الجميل ده كده. يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام. حط اللايك، حط اللايك يا اختي انت وهي لو لسه معايا لغاية دلوقتي وما حطيتش اللايك. حط اللايك، حط اللايك يا قمر انت وهي، يا عسل انت وهي. ادي الفراخ وادي الرز وادي الشوربه وادي الملوخيه، وخلصنا يا حبايب قلبي. ومع الف سلامه، واشوف وشكوا على خير. يلا باي.